السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، نتمنى تكونوا بخير. بما أنه موسم موسم البرتقال، والبرتقال العام هذا صالح ما شاء الله، الوفرة والجودة. نحاولوا نعملوا على قد ما نقدروا وصفات بالبرتقال نستغلوه. هنا راح نديروا وصفه جد سهله وسريعه وما تديش الوقت وغير مكلفه بالبرتقال. هنا واش عندي كميه من البرتقال. هنا البرتقال بطبيعه الحال على حسب الكميه اللي محتاجينها، على حسب افراد الاسره. هنا واش نديروا، راح نعصر كميه من البرتقال. هنا جاني حوالي كاس. راح نحط كاس من البرتقال في الكاسرونه ونكمل بالماء. نزيد الكاس الاول حوالي 3 كيسان تاع ماء، كما قلت لكم الكميه على حساب افراد الاسره. نزيد الكاس الثالث، حنضيف لهم 2 مغارف كبار تاع مايزينا، والسكر على حساب الحموضه تاع البرتقال. هنا البرتقال اللي عندي مليح حلو، راح ندير 4 ملاعق ومن بعد نشوف. راح نخلط بيان سور بارد في البارد قبل ما ندي نحطها فوق الكويزينيير طيب. بعد ما خلط بارد في البارد دركا مباشره نديها نحطها على نار متوسطه ونبقى نحرك حتى تطيب لي ونرجع لكم. بعد ما طابت كريمه البرتقال تاعي هنا، قبل ما نطفي درت لها بودره تاع مارغرين وخلطت وطفيت عليها حتى ذابت. وبعد هنا جبت البابي فيلم ودرتو ملامس للكريمه، ونخليه حتى يبرد تماما ونرجع لكم. وش عندي لهنا، عندي كميه من البرتقال قصيتها رقيقه وشويه جوز، وهنا الفراوله بركه بته فراوله درتهم باش يمدوا لون مختلف بركه. نرجع لكم بعد ان شاء الله. بعد ما بردت لنا كريمه البرتقال بردت خلاه. هنا نجيو نضيف ملعقه كبيره تاع كريم شونتيي، ونزيد نطلع بالباتر، نطلعها حتى تولي ليس خلاه. هاي الكريمه تاعي واجده ولات ليس خلاه. هنا الفاكهه تاعي حطيتها في كؤوس التقديم، ونحط كميه من كريمه البرتقال، نزيد نحط من الفوق الفاكهه المتبقيه. وللتزيين من الفوق هنا عندي سلسة فراولة راح نزينها. تزيين تقدروا تخلوها هكا، شيء اختياري. وهذه الكريمة تاعنا جاهزة، وصدقوني راح تجي مليحة، ذوقها مليح وما تطلبش منها مقادير ياسر. ونتمنى انه الوصفه تاع نهار اليوم تعجبكم وتنال رضاكم وتجربوها وردوا لي في التعليقات. نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.